أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء اليوم الخميس شخصين يبلغان من العمر حوالي 30 و58 سنة يشتبه بارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وأفاد مصدر أمني لهسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة 4 مرشحين للهجرة، مبرزا أن إجراءات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز قارب للصيد وسيارة نفعية ودراجة نارية، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. الموقوفان والمرشحون للهجرة غير الشرعية أخضعوا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. نشكركم على المشاهدة والاستماع. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. لا تترددوا في مشاركة أفكاركم وآرائكم في التعليقات أدناه.